إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا بناتي، ازيكم يا اخواتي، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعضينا طحينه بتاعت الحاتي. هنعملها ازاي؟ بحاجه بسيطه قوي قوي وسهله جدا. تعالوا معايا. اول حاجه هنجيب معانا طحينه اللي هي الخام. هننزل مع بعضينا كده طحينه الخام ما شاء الله، وهننزل عليها معلقه توم مفروم، بس معلقه كويسه كده، وهننزل عليها بشويه ميه سخنين عشان تفك معانا الطحينه، ونقلبها كده حبايبي. وهننزل عليها بشويه لبن. عندك لبن حطي، عندك زبادي حطي، الموجود عندك حطيه، وقلبي جامد. ننزل بشويه ملح، شويه فلفل اسود، شويه كمون، ونرجع نقلب تاني. كده خلصت معانا. هننزل بيها الطبق بتاعنا. كده حبايبي الطحينه بتاعتنا بقت جميله وجاهزه، زيها زي اللي بتتباع عند الحاتي واحلى، لان معموله في البيت وبطحينه خام. التانية ممكن تكون معموله بدقيق، حاطين طحينه على دقيق، لكن احنا عاملينها بطحينه خالصه وخام، وخففناها بالميه واللبن، وحطينا عليها توم والتوابل. ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون حاز على اعجابكم. ان عجبكم متنسوناش باللايك وسبسكرايب والتعليقات الجميله لبيت المنى. اشوف وشكم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.